لو سمحت، كنت شاريه منك التليفون ده امبارح وكنت عايزه ارجعه. ترجعي الجهاز ازاي بس حضرتك يا استاذه؟ انت فاهمه اللي انت بتقوليه؟ الجهاز دوت انت شاريه زيرو والكرتونه كان عليها لزقه، واللزقه دي دلوقتي اتشالت، مش هينفع كده الجهاز دوت يرجع. حضرتك اتفضلي. ازاي حضرتك يعني مش هينفع ترجع التليفون ده؟ انا محتاجه فلوسه جدا، حتى لو هتخصم منه حاجه بسيطه. اخصم منه حاجه بسيطه؟ تمام ماشي يا استاذه، احنا كده اتفقنا. والجهاز كده يعتبر بالنسبه لي انا مشتريه مستعمل بالزيرو. بس ثانيه واحده بس ابص على الجهاز، ممكن يكون واقع منك ولا اتكسر ولا جرى حاجه. موبايل ايفون في كرتونة سامسونج. سبحان الله. هو المفروض ان هو جديد، ده بيقول لها اللزقة اتفكت، يعني المفروض ان هو اصلا جديد يعني لو مستعمل هنقول نبدل ماشي مفيش مشكلة، لكن ده اصلا جديد وبلزقته. فايفون في علبة سامسونج يعني سبحان الله. تمام ماشي يا استاذه، لا الجهاز لسه بحالته. بص يا استاذه، انا كنت بايعه لك امبارح زيرو ب 15000 جنيه، كده ان شاء الله هينزل منه 3000 جنيه، كده هتاخدي مني 12000 جنيه. موافقه؟ 3000 جنيه كتير قوي، معلش يا ميرا بس احنا محتاجين الفلوس. خلاص ربنا يعوض عليكي بقى. ماشي احنا موافقين. خلاص تمام ماشي اتفقنا. ثانيه واحده اخش اجيب لك الفلوس من جوه. ده ترنج العيد ده يا اسطى ولا ايه؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ يعني مع لا مؤاخذة، يعني مع احترام الناس اللي هم بيكنسوا وكده يعني، بس انت لابس لبس نضيف فشخ يا اسطى، ومعاك موبايل بكاميرا وبتاع، مش عارفين تعملوا سسبنس. اتفضلي حضرتك يا استاذه، عد كده فلوسك. اكيد طبعا مظبوطين. احنا طبعا مش هنعد ورا حضرتك. سلام عليكم. ثانية واحدة يا أستاذ جيمي. ثانيه واحده، عايز ايه يا بشوي؟ يلا بينا احنا يا مريم. ارجعي يا أستاذ أنت وهي لورا، وأنا هقفل الباب كده. بقول لك يا أستاذ جيمي، دول مش هينفع يخرجوا من هنا، الاتنين دول حرامية. مين دول الحراميه؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ انت ازاي اصلا تدخل اشكال زي دي المحل؟ انا اسف لحضراتكم والله، وليكم حق ان انتوا تزعلوا وتتضايقوا، بس هو اول مره يخش عند المحل ويمنع الزبائن اللي هي تخرج. يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ أنا هقول لحضرتك يا مستر جيمي، الاتنين اللي واقفين قدامك دول حرامية زي ما أنا قلت لك، وهم واقفين هنا وأنت واقف جوه. بدلوا التليفون اللي كان في العلبة دي وحطوا له البتاع اللي اسمه الماكت ده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتقول ايه يا عم؟ انت كمان عرفت الماكت، البتاع اللي اسمه الماكت. الله يصلح حالك يا اخي. بشوي، ما لسه دلوقتي شايف ومتاكد ان التليفون جوه العلبه. انت ازاي اصلا تقول على الزبائن دولت حراميه؟ شكلهم محترمين يعني. ده من ذوق حضرتك، شكرا ليك. بس زي ما حضرتك شايف الوقت اتاخر قوي، فبعد اذنك احنا هنمشي. يا أستاذة بقول لك مفيش حد هيمشي من هنا. يا أستاذ جيمي أنت في إيه؟ عمال أقول لك الاتنين دول حرامية وخدوا منك التليفون، حتى لو مش مصدقها نفتح العلبة دي وبص فيها. يا ابني علبه ايه بس اللي افتحها واضيع وقت فيها؟ بقول لك ايه، انا ما تفتح يا عم العلبة، هتضيع وقتك ليه؟ يعني دي العلبة هتتفتح في ثانية لثانية كده، ايه تضييع وقت في فتح العلبة يا استاذ جيمي؟ ايه يا استاذ جيمي ما تفتح العلبة. العلبه دي مش هفتحها، ما عنديش وقت ان انا اضيعه. العلبه هي زي ما هي موجوده، والناس دولت شكلهم بقول لك محترمين. شكرا لذوق حضرتك. بس احنا بجد اتاخرنا ومحتاجين نمشي. سلام عليكم. السلام عليكم ايه؟ والله العظيم ما حد فيكم خارج من هنا. يا استاذ جيمي ما تسمعني بعد اذنك، افتح العلبه. يا ابني انت بتعمل إيه؟ انت اتجننت؟ سيبهم يا عم يخرجوا، اللي خلى استاذ جيمي قال لك خليهم يخرجوا، انت قافش يوم ليهم جعبد اكيد في بقول لك مش هفتح العلبه ديت، ما عنديش وقت اضيعه افتح العلب. يلا بقول لك ايه، اطلع بره. نستأذنك هنمشي. قلت لكم مفيش حد فيكم هيخرج من هنا. يا استاذ جيمي اسمع كلامي وافتح العلبه يا جدع. نعم يا عم بشوي، انت كمان بتعلي صوتك في المحل عندي وتقول لي يا جدع ومش يا جدع. طب بقول لك ايه بقى يا بشوي، عندك فيك عشان كمان مش فاضي، مش هفتح العلبه دي. والناس دولت زي ما قلت لك ناس محترمين. شكرا جدا لحضرتك، بس بجد احنا لازم نمشي. السلام عليكم. والله ما حد فيكم هيمشي من هنا. يا اخي ده انت عيل قفيل، ماسك لهم مقش عامل زي السلطان، مسيهم يمشوا. اسمعني بقى يا استاذ جيمي، انا عندي حل. راجع الكاميرات. نعم، اخش جوه وراجع الكاميرات، وعايزني اتمشى 30 متر دولت لحد المكتب وافتح السيسي. بقول لك ايه، هتمشي 30 متر بحالهم؟ ليه يا اخي ليه؟ يعني انت واقف في مكان والمكتب عامله في مكان تاني مثلا اول الشارع؟ يا استاذ جيمي انت مالك مؤفر ليه كده؟ ولا عايز تفتح علبة ولا عايز تتحرك من مكانك، في ايه؟ العلبه ديت مش هتفتح. يعني يا استاذ جيمي انت مش هتبص على الكاميرات ولا هتفتح التليفون؟ خلاص ماشي، انا عندي الدليل. دليل ايه؟ انا هقول لكم دليل ايه. التليفون ده انا مصور عليه كل حاجه حصلت
جدعان مش كده والله. جايب تليفون، جايب جراب تليفون. يا عم في إيه يا عم، والله ما تضحكناش يا جدعان بالله عليكم. وانتوا بتسرقوا التليفون.